بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. المتابع الكريم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم. والهلال يفوز على المريخ بأربع أهداف، نتيجة تاريخية، نتيجة للتاريخ، 4 أهداف دون مقابل، ويحصل على كأس النخبة، كأس بطولة النخبة، والتأهل رسميا إلى دوري أبطال أفريقيا. ومنه غير الهلال الممكن يشارك في أبطال أفريقيا ويمثل السودان خير تمثيل. مباراة أنا بأشكر فيها اللاعبين اللي غدروا المسؤولية، اللاعبين اللي غدروا تعب الجمهور وغدروا صبر الجمهور عليهم، اللاعبين اللي غدروا حتى الإدارة وصبر مجلس الإدارة عليهم. وكل العمل المشترك ده نتيجته كانت بطولة النخبة بفوز تاريخي على القريم اللدود المريخ. المباراة يا جماعة، أول حاجة قبل ما أتكلم عنها فنيا بصورة عامة، الهلال لعب فيها كورة زي ما قال الكتاب. خالد بخيت الليلة زي ما انتقدناه كثير، الليلة لازم نشيد به ولازم نقول انه خالد بخيت قدر يدير المباراة ويسوق المباراة محل هو عايز. ولعيبة الهلال ساعدوا خالد بخيت بالتركيز وبإصراره وعزيمته على الانتصار وحظ اللقب. فالخالد بخيت بدأ المباراة بتشكيلة أنا أعتقد إنها هي كانت مثالية، تشكيلة كانت 100%، تشكيلة يعني ما فيها ولا كلمة. مهد لأبو 20 زي ما ذكرت في الحلقة اللي فاتت عشان يكون أساسي في كرة القمة، لأنه عارف سلفا إنه مباراة زي مباراة القمة محتاجة حارس زي أبو 20 الليلة يتعامل مع كل الكرات الجاته بعقلانية كبيرة وبتركيز عالي. والليلة أبو 20 على خير العادة، ما في خروج خاطئ، ما في تخبط، ما في أخطاء. الليلة تركيز كبير جدا من أبو 20. خلينا برضه نشيد به، وزي ما انتقدناه كثير الليلة نشيد بحارس أبو 20 اللي يتعامل مع كل الكرات الجاته بوعي كبير. ولعب بياسر عوض، وفارس لعب في النص بسيمبو ومحمد أحمد إيرينج. والليلة الاثنين مازن سيمبو ومحمد أحمد إيرينج قاموا بدور كبير جدا جدا. طبعا في دور ثاني أكبر قام بخط الوسط حاتكلم عنه، لكن الليلة مازن وإيرينج برضه على غير العادة. المباريات اللي فاتت كلها كان عندنا إشكالية في قلب الدفاع، في عدم تفاهم بيكون حاصل، لكن الليلة شفنا التفاهم الكبير بين إيرينج ومازن سيمبو، واحد طالع والثاني يكون في الفاضي، واحد بيغطي لياسر العوض الثاني يمشي محله. تفاهم كبير بين اللاعبين الاثنين إيرينج ومازن سيمبو، تكسرت تحت أقدام كل هجمات المريخ. وبرضه في حاجة مهمة، الليلة الأخطاء بتاعت محمد أحمد إيرينج قليلة، لأنه كان دائما الأخطاء بيكون خطر على مرمى الهلال وكده، لكن الليلة كان في قمة تركيزه حاله كحال أبو 20. وسط الملعب، واللي أنا بشوف إنه الليلة وسط الملعب كان هو نقطة تحول الهلال، ووسط الملعب كان هو السبب الرئيسي في انتصار الهلال الليلة. كان السبب في خسارة الهلال المباراة اللي فاتت، وكان السبب في خسارة الهلال في للنقاط في مباريات سابقة، لكن الليلة عمل شغل كبير جدا جدا. شفنا صلاح عادل والليلة بيلتزم التزام تام بمهامه الدفاعية. شفنا صلاح عادل الليلة وبيعمل بوقت قدام مازن سيمبو ومحمد أحمد إيرينج. ونجم المباراة أنا بشوف إنه هو بوجبا، مع عبد الرؤوف طبعا مناصفة، لكن بوجبا الليلة قدم مباراة كبيرة، كان يعني نحلة في وسط ملعب الهلال. عبد الرؤوف ده اللاعب الفنان الليلة اللي أحرز هدفين، كل واحد فيهم أجمل من الثاني، كل هدف أجمل من الثاني. فعبد الرؤوف الليلة عمل شغل فني كبير وشغل إبداعي كبير، يوريك إنه عبد الرؤوف لسه عنده ما يقدمه، وعبد الرؤوف لسه عنده مهارات حيطلعها، استلام للكورة وتنظيم للعب وتمريرات بينية وتسديد برا خط 18 ونظرة. الحاجة اللي يعني دائما في غرف القمة الناس بتفتقدها هي النظرة. لما استلم الكورة بيعاين، بيعرف محل يودي الكورة ودا وين، ما مشى اللي تساي، يعني ما في جلاليد، ما في كورة اطلع منه والسلام، لا بيعرف محل يودي الكورة. فعبد الرؤوف الليلة قدم مباراة كبيرة، انا بشوف انه هو مناصفة مع بوجبا، هو نجم المباراة. اما بالنسبة للثلاثة اللي قدام، احمد سالم مبارك والبورندي جان كولد ومحمد عبد الرحمن، الثلاثة دي انا قلت المرة فاتت يا جماعة في الحلقة فاتت لو متذكرين، قلت لهم لما يكون في احمد سالم وجان كولد محمد عبد الرحمن تحيدهم في عبد الرؤوف، الرباعي ده بيعمل مشكله لاي تيم، بيعمل مشكله كبيره للمريخ، حيجهجه يعني
دفاع المريخ ما حيخليه تائه، ما يعرف يثبت منه يخلي منه، لانه ثلاثه سرعه مهاره رؤيه كله عندهم. فالثلاثه ديل او الاربعه ديل الرباعي ده عمل مشكله كبيره للمريخ، قدر يطلع الهلال فايز بثلاثه اهداف. وشفنا الليله حمد عبد الرحمن ورغبته في انه يؤدي، وانا قلت لحمد عبد الرحمن في وصف تكلمنا عنه، قلنا انه عبد الرحمن لو بس ركز في الكوره صدقوني ما في لاعب بيجيب قدامه. محمد عبد الرحمن الان هو هداف لبطوله النخبه الان، يعني بيحرز وكسر في ارقام قياسيه اللاعب محمد عبد الرحمن. والمباراه دي كسرت ارقام قياسيه كثيره، كاكبر نتيجه بين الهلال والمريخ هداف البطوله من الهلال. انا اعتقد انه الجائزه بتاعت افضل لاعب عبد الرؤوف كان اولى بها بكل تاكيد. الحكم المباراه كان مهتز جدا جدا في كثير من القرارات، وشفنا اللقطه الغريبه اللي كانت في اخر مباراه. يا جماعه كوره انفراد، ياسر عوض ضم مستلم الكوره وداخل خط 18 وفي لاعبين اثنين من الهلال، نهى الكوره بطريقه غريبه وفي هجمه غريبه، تحس انه ما عايز يزيد الالم على المريخ، تحس انه ما داير عنده المشكله، تحس انه داير يعدي الكوره، يعني طريقه غريبه. يعني لو كان مغلوب او كان متعادل او كان غالب بهدف واحد كان بتبقى مشكله، لكن عموما المباراه في مجمله بالنسبه للهلال فنيا كانت فوق للممتازه. التبديلات اللي قام بها خالد بخيت تبديلات منطقيه، فيها جزء منها كان مجبور انه يعملوا، زي الاصابات اللي تعرض لها الغربال، بقى مجبر انه يسحب الغربال. دخل علي كبه بكل تاكيد، وعلي كبه يتحرك بصوره كويسه. طبعا لسه لاعب جديد في الهلال، جديد على مباراه القمه، انا كنت متوقع انه اداؤه يكون كده او اقل من كده كمان، كمان. في المباراه بعد ذاك خالد بخيل عمل التبديلات المناسبه، سحب اللاعب جان كولب ودخل الطيب عبد الرازق، لعب 3-5-2، ودخل اللاعب الطيب بن زيتون برضه اللي اجتهد ويتحرك، مع انه انا بقول انه طيب بن زيتون لحد هنا وكفايه يعني خلاص ما عنده ثاني ما يقدم. تخيل لي الطيب بن زيتون خلاص، انا اتخيل لي انه هو افضل يمشي. على العموم المتابع الكريم، يعني المباراه كانت زي ما قلت في مجمله كانت ممتازه جدا جدا، كثافه من بتاعت اهداف. الهلال المباراه القبليه فاز فيها 5، جاء المباراه دي فاز فيها 4 كافضل خط هجوم في البطوله. عموما يا جماعه انا اقول مبروك ثاني وثالث لكل جمهور الهلال الانتصار الكبير، واقول مبروك لجمهور الهلال لغب بطوله النخبه، لغب بكل تاكيد يحسب للجهاز الفني وللاعبين وللجمهور اللي حضر المباراه. حاجه اخيره، السلوك المشين اللي بدر من جمهور المريخ بعد الهدف الرابع، غسل الملعب بالحجاره وبالقوارير، وانا ما شايف انه في ما يدعو لكده، وما كان في حاجه بتخلي الجمهور يعمل كده. يعني في حصل شنو يعني؟ لا الحكم يعني ظلمك ولا لعيبه الهلال استفزتك ولا اي شيء. يعني ما عارف انا كان المغزى شنو من انه يجدعوا الملعب بالحجار بالطريقه دي ويخربوا شكل المباراه. عموما برضو اخر حاجه اختم بها، التتويج نفسه، التنظيم كان سيء لابعد الحدود، اسوء تنظيم لنهايه البطوله. يعني الجمهور دخل الملعب والتف حول المنصه، وعدم تنظيم. يعني الاتحاد العام يا جماعه والله يعني ده اسوء تنظيم انا لاقاني، باختصار شديد اسوء تنظيم لنهايه البطوله دي. مفترض الاتحاد العام يعني يتعاقد مع شركه عديل تعمل له التنظيم بتاع المباراه دي، يعني مباراه التتويج. على العموم يا جماعه الحمد لله انه البطوله انتهت بخير وبشر، والحمد لله الهلال فاز ببطوله النخبه. اقول ثاني مبروك لجمهور الهلال الانتصار، ومبروك لجمهور الهلال تحقيق لقب هذه البطوله. شكرا جزيلا، والاقيكم ان شاء الله في الحلقه الجايه نتكلم باستفاضه اكثر عن المباراه وعن نقاط قوه الهلال وعن ابرز لعيبه الهلال وعن مواضيع كثيره ان شاء الله في الحلقه الجايه. الى اللقاء.